وحرانة وكسلانة ومش قادرة تقوم تعملي الغدا للولاد. لا يلا قومي كده وتشجعي معايا، وتعالي نشوف هنعمل ايه. ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أرحب بكل إخواتي وحبايبي اللي منوريني في القناة. أهلا وسهلا بيكم كل إخواتي وحبايبي اللي معايا في القناة. بجد ربنا يخليكم ليا ومتحرمش منكم أبدا ولا من كلامكم الجميل. وعايزة كده كل حد بقى جميل يخش القناة يكتب لي كومنت حلو كده ويعرفني على نفسه. يلا بقى نقول بسم الله وهنعمل ايه مع بعض. قلنا كده في الفيديو اللي فات ان احنا هنعمل محشي من ضمن المنيو الاسبوعي بتاعنا. طبعا انا عندي الكرنب والورق العنب في التلاجة في الفريزر مفرزاهم، وكمان الطماطم، وكان عندي كيس لحمة كده طلعته. وقلت بقى نعمل ايه احلى غدا النهارده. طبعا هتقولي محشي، ده المحشي ده بياخد دربكه ووقت. لا طبعا ما دام كل حاجه عندك في التلاجة يبقى ان شاء الله مش هياخد منك وقت خالص، وهتعملي احلى اكل للولاد. كده اول حاجة عملتها قطعت كده بقى بصل كتير، وحطيت زيت ونزلت بقى ايه عشان اشوحه عشان اعمل بيه التسبيكة بتاعت المحشي. طبعا قولي معايا التسبيكة بتحب البصل الكتير فبيبقى مسكر. وهنا بقى هبدأ اعمل احلى طاجن كده ايه، لحمة في الدنيا بجد زي العسل، والصوص بتاعه بيبقى جميل. بس اول حاجة حطيتها معلقة السمنة او الزبدة. قطعت اللحمة صغير. عايزه اقولك بقى على تكايه كده. هتجيبي النوى بتاع البلح وتحطي 2 نوى ولا حاجه كده البلح بتاعنا او التمر، وكمان رشه كده من السكر. لو اللحمه بتاعتك ما بتاخد سوا مش هتاخد منك سوا خالص. ويبدأ شوحي كل الكلام الجميل ده مع بعضه، طبعا مع ورق لورا مع حبهان مع كده وحدتين قرنفل. شمي بقى الريحة والجمال. انا كمان عندي توابل كده بطحنها مع بعضها فيها كل حاجة. حطيت بقى برضو شوية، وبعد كده ما اتشوحت وشربت ميتها اللي نزلتها، بس كل ده على نار عالية عشان ما تنزلش مية كتير. وحط لها مية هناك كده تغلي، علشان طبعا ما دام بتشوحي فراخ او لحمة ما ينفعش تنزلي عليهم بمية باردة من الحنفية. لا طبعا مية سخنة من الكاتل كده او من على البوتاجاز، وتبداي ايه تنزلي بيها بقى. انا حطيت هنا برضو شوية بصل حلوين كده فرمتهم وشوحتهم، بعدين هحط المية. هنا بقى بعد ما البصل بتاعي احمر كده وخد اللون الغامق ده، مش غامق قوي طبعا، حطيت بقى ايه الطماطم بتاعتي. انا هنا بقى ايه ببقى لما باجي افرز طماطم لازم اخلي كيسين كده ولا حاجه كبار للمحشي. ببقى عامله حسابي ان دول كده للمحشي. فلما تيجي طبعا تفرزي طماطم خلي لك كده كيسين 3 كبار لتسبيكه المحشي، بتسهل عليك الدنيا. حابه تعملي الخطوه كلها وتشيليها ببصلها بدنيتها كده تمام. هنا بقى التركايه التانية دي عسل، هتشمي احلى تسبيكه محشي. هتحطي كده كام فص من الثوم المفروم على قرن فلفل كده مفروم حامي بقى اخضر بارد احمر اللي عندك. انا الحاجات دي متفرزه عندي في الفريزر فبطلع واخد على طول. الاكل مش هياخد منك اي حاجه. طبعا انا كنت مفرزه معاكم الكرنب، لكن الورق العنب الصراحه ما عملتوش معاكم لان في ست جميله كده انا خليتها عملتهولي وما شاء الله عملهولي جميل. ده من باب ان احنا يعني نساعدها ونعينها على العيشة والدنيا. طبعا هي طبعا بتعمل حاجتها كده في البيت، فلو تعرفي حد تقدري تساعديه بالطريقة دي وتاخدي النية ان النية دي الحاجة ديت لله، وان النية ديت ان انت تساعديها يعني في العيشة وكده. وكلها حاجات بسيطة والله مش مكلفة خالص. ف فتقدري تعملي كده لو بتنضف خضار، لو بتجهز وجبات او اي حاجة تقدري طبعا تطلبي منها وتساعديها. في ناس كتيرة برضو في السوق بتعمل نفس الموضوع دوت، فنقدر نساعدهم. آه وربنا يجازي بقى الجميع خير يا رب ويعين الناس كلها على حالها. هنا بقى قطعت شوية طماطم كده رشيت عليهم فلفل اسمر وكمان رشة من الملح. وكل الكلام دوت احطه كده في قعر الحاجة اللي هحشي فيها. انا بقى بحب احشي في الصواني. بصوا بقى بحب احشي الفكرة دي واخدة من ماما وجميلة جدا بجد ربنا يديها الصحة. بتحب تعمل الكرنب والكلام دوت ورق العنب في الصينية، بجد بيطلع جميل قوي. فانا بحب بقى ايه طلعت صينيتين كده، واحدة لورق العنب وواحدة للكرنب. وقصيت كده الخضرة، وغسلت الرز بتاعي وصفيته كويس جدا عشان المية.
وهعمل بقى الخطوه بقى بتاعه التوابل والكلام ده كله على الرز. هنا بقى اللحمه بتاعتي ما خدتش سوا، طبعا شربت كل الميه اللي انا حطيتها، ورجعت حطيت لها شويه كمان وخلاص استوت وعملت صوص بني حكايه. كل البصل اتهرى معايا، انا ما بحبش اعمله اللي هو الجوانح دوت علشان ما يبانش معايا في الاكل. وبقى احلى كباب حله في الدنيا بجد، تحفه وزي العسل. الصوص بتاعه ده لوحده احلى واطعم من اللحمه. خلاص حيقته وحطيت له بهارات ورشه من القرفه وكده خلاص، وطفيت عليه وتاكلي احلى لحمه في الدنيا. طبعا مش شرط ان احنا هنعمل محشي لازم نعمل جنبيه لحوم. انا في الطبيعي يعني اوقات كتيره جدا ما بعملش لحوم جنب المحشي، بس قلت ما دام كيس اللحمه موجود عندي خلاص مش مشكله، ايه هطلعه واعمله. طبعا ولادنا بيمتحنوا ربنا يعينهم لازم نغذيهم، ربنا يا رب ينجحهم، ادعوا لهم كتير كتير كل اللي في ثانويه عامه، ربنا يرضيهم وينجحهم ويكبر بخاطرهم ويفرح قلب اهاليهم يا رب. هنا بقى التوابل اللي بحطها، بحط ملح وفلفل وبهارات، وحط كمون وكزبره وقرفه. الصراحة بحط كل التوابل، وكمان بحط كده رشة من النعناع، بتودي المحشي في حتة تانية وريحة وطعم بجد جميل. وشوية كده من الزيت علشان افلفل بقى الرز بتاعي وتاكلي احلى محشي. وطبعا الخضرة مش هحطها على البوتاجاز عشان تبقى مصحصحة كده، هقلب كل الكلام الجميل ده وبعدين هنزل بالصلصة اللي اتسبكت معانا وطلعت كل المية بتاعتها وخدتي لون احمر تحفة كده. تقدري تحطي بابريكا لو قولي معايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو الصلصه بتاعتك مش حمرا تقدري تحطي بابريكا. هنا بقى هبدأ كده الف معاكي وحدايتين من الكرنب وحدايتين من ورق العنب، وبعد كده اروح انا بقى ايه اتعامل. يعني احلى واحده تلف ورق عنب في الدنيا هو انا. طبعا اضرب واقلب كده، لف كرنب زي الفل، احشي بتنجان زي الفل، اديني بقى ورق عنب الصراحه لفه يعني ما شاء الله. قومي بقى شجعي كده يلا واعملي الاكل وهاتي طلعي كده من الفريزر بتاعك، هتدبري الدنيا وهتمشي حالك. اي حاجه عندك موجوده، عندك كيس شوربه تقدري تعملي صينيه بطاطس وشويه رز من الحاجات اللي احنا جبناها في المشتريات، جبنه رز وجبنه بطاطس وجبنه بصل. تقدري تعملي برضو كده مش لازم بلحوم خالص، كلها بتتقضى ويوم بيجيب يوم وكله بيمشي وبيعدي. الحمد لله على نعمه الستر والصحه، دي اهم حاجه من الاكل والشرب طبعا. فربنا يديم عليكم نعمة ويحفظها من الزوال يا رب ويملى بيكم خير وبركة اللهم امين. الورق العنب بقى لازم تقفليه من الجنبين كده وتلفي، لكن الكرنب على طول بنلفه على طول. بس كده ما شاء الله عامله لي الورق العنب تحفه، تسلم ايديها بجد ويديها الصحه والعافيه، ولا متهربد ولا متقطع ولا مهري، لا جميل جميل ما شاء الله اللهم بارك. اهم حاجه كل حاجه هتفرزيها لازم تسيبيها تتصفى كويس جدا جدا وبعدين تشيليها في الفريزر. هنا بقى حطيت ليمون كده على الورق العنب وشرايح ليمون وعصرت كمان نص ليمونه، وحطيت شويه من الصلصه كنت شايلاهم على جنب. وبعدين رحت حاطه بقى ميه في نفس الحله اللي كنت بقى بسبك فيها الصلصه، وحطيت فيها ميه وظبطت الملح بتاعها، وهبدا بقى اشرب كده ايه المحشي بتاعنا الجميل القمر ده. بص اللهم بارك، شكله جميل وطعمه اكنه صابح بجد. تفريز الحاجات دي في الفريزر بتنفع في اي وقت معكيش فلوس مش عارفه تنزلي السوق، تقدري تطلعي وتعملي وبألف هنا وشفا على قلبكم. وربنا يديم علينا نعمه يا رب اللهم امين. طبعا حطي الميه ما تكونش يعني ايه لحد اخر صف كده، لحد نصه، ما تغطيش المحشي بتاعك بالميه. جربي بقى موضوع الصينيه دي هتعجبك قوي قوي بجد. هغطي كمان الوش بتاعهم باكياس بلاستيك، ده بقى الكيس البلاستيك بيكتم الحراره بيسوي المحشي على طول كمان. مش بيفك بقى منك ولا بيطلع رز، اهم حاجه انت بس ما تزوديش الرز جوه المحشي. هنا كمان حطيت كده معلقه من السمنه البلدي على الوش كده وخلاص، وهبدا اسوي المحشي بتاعي. طيب عندك دبس رمان، احلى واحلى كمان من الليمون لورق العنب. تقدري تاخدي شويه رز على جنب كده تحطي عليهم دبس رمان، وهم دولت اللي انت هتحشي بيهم ورق العنب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلاص انا كده هنا بقى سويت المحشي وعايزه اعمل لهم بقى حاجه كده تنعشهم كده وتفرفشهم في الحر دوت، فقلت اعمل لهم بقى احلى ليمون بالنعناع تحفه. حطيت هنا كوبايه من الحليب او نص كوبايه براحتك اللي موجود عندك، حطيت كوبايتين من الميه، حطيت كمان تلج مجروش، قلتلك لازم تكسريه قبل كده علشان ما يكسرش بس ايه
الخلاط. المهم ضربت السكر واللبن والميه مع بعض والتلج، ضربتهم ضرب حلو كده لحد ما عمل فوم. بعدين حطيت الليمون حطيته، وحطيت نعناع. وبدأتي بقى تضربي بعد ما تحطي ليمون والنعناع، تضربي ضربة وتقفلي، نص ضربة وتقفلي، نص ضربة وتقفلي، حوالي 3 مرات ولا مرتين. وتصفي الليمون بتاعك، هتشربي احلى ليمون، ومش هيمرر معاكي مهما يقعد في التلاجة. والله قاعد عندي لحد تاني يوم، اللهم بارك، طعمه زي العسل، ولا بيمرر منك لو بتشتكي من المرارة بتاعت الليمون بالنعناع. بألف هنا وشفا. يلا بقى، لو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله القناة تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. مع ألف سلامة.